والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى وعلى رسل الله أجمعين. بداية نكرر تقديم عزائنا، بل خالص عزائنا بوفاة واستشهاد من مدينة يافا الغالي يعقوب الطوخي. نقدم خالص التعزية لأنفسنا ولذويه، نستعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ثم نثمن غاليا حضور هذا الوفد المقدسي الكريم الذي قدمه الباشمهندس الأب عطله حنا، ونحن نؤكد أن هذا الدور الذي تؤديه هذه المرجعية الدينية المسيحية ودور له دلالته الرمزية العميقة. وحضور هذا الوفد اليوم إنما هو تأكيد على اللحمة والوحدة الوطنية بين جميع مكونات ومركبات الشعب الفلسطيني الواحد، على تنوع مشاربه وشرائعه ومعتقداته وتوجهاته. ما تفضل به الباشمهندس الأب عطله حنا نؤكد عليه مرة أخرى أن الحدث الذي أصاب مدينة يافا بل وأصاب الداخل الفلسطيني ويعبر عن جريمة بشعة نكراء ضمن جرائم كثيرة على مستوى الداخل الفلسطيني، لكن هذه الجريمة لها خصوصية في التوقيت 3 أيام عيد الفطر، وفي طريقة القتل الوحشية بل الإعدام الميداني على يد فرد من أفراد الشرطة الإسرائيلية. وهون هذا الأمر يضيء لنا يعني إشارة تحذير وخطر كبير. نحن نتحدث عن جريمة، عن إعدام ميداني. مع كل الأسف اللي في قلوبنا نشاهد هذه الأحداث في غزة، نشاهدها في الضفة، لكن اليوم ما حدث وقع في وسط مدينة يافا، وهذا أمر له دلالاته الخطيرة. نحن كلنا مستهدفين بعيدا عن انتمائنا الديني أو الطائفي. وهذا الأمر كما تعلمون نحن نعيش في مرحلة الآن يعني تفرض الظروف السياسية بمن يتبوأ الآن سدة الحكم والوزارات المختلفة، هم من يسيرون الأمور ويحرضون ضدنا بتحريض ممنهج. هذه نتيجته، وأخشى أن تكون هذه بداية وليست نهاية. وهنا أنا بحب أكد كمان مرة ما أكدته الهيئة الإسلامية المنتخبة في بيانها والمؤسسات اليافية قاطبة، أن هذا الحدث على بشاعته على فظاعته إنما يتحمل وزر هذا الحدث القاتل بذاته والجهات الرسمية. لا نبرئ ساحتهم، لأنه هو لولا يعني هذا السلاح الذي يحمله ترخيص من وين؟ من الجهات الرسمية. والتدريب من وين؟ من الجهات الرسمية. هذا الاستخفاف بالدماء، أنه يعدم إنسان ب11 أو 10 طلقات، يفضي مشط كامل 12 طلقة 11 طلقة وكلها في مقتل. يعني ما حذروا، ما طخ في الهواء. هناك إجراءات معلومة لرجال اللي بيتبعوا الأجهزة الأمنية إنه كيف تتعامل مع وصولا لإطلاق النار المباشر. ما أطلق نار في الهواء، ما لما وصل على اعتبار إنه في تهديد مباشر على حياته نطلق نار على القدمين مستوى القدمين، لا، هذا أطلق النار مباشرة على الصدر والوجه. يعني هذا ايش بده؟ يريد القتل، تعمد القتل. لكن كمان مرة نؤكد مرة أخرى على بشاعة الجريمة، نحمل تبعاتها للقاتل وللجهات الرسمية، الجهات المسؤولة
المعنية هي اللي تتحمل وزر وتبعات هذه الجريمة البشعة، ولا علاقة من قريب أو من بعيد لأسرة أو أهل القاتل، ولا علاقة للطائفة التي ينتمي إليها، وهي الطائفة المسيحية الكريمة التي لها مواقف محسوبة وبصمات معلومة في سجل النضال الوطني في مدينة يافا وعلى مستوى الداخل الفلسطيني وفي القدس والضفة وغزة. فنحن نريد أن نتجنب بكل طريقة هذه الأبواق الخبيثة. في أبواق خبيثة، لا نقول الإعلام، لكن هناك من يحرك هذا الإعلام ومن يغذيه. هم بدهم يحولوا أنظارنا وفكرنا عن القاتل وعن الجهات التي ينتمي إليها، ويثيروا النعرة والفتنة الطائفية بين أبناء المدينة الواحدة كمسلمين ومسيحيين. ونحن نقول لهم كما قلنا هذا الكلام بجانب مسجد النزهة والمؤذن ينادي حي على الصلاة حي الفلاح، نقول هيهات هيهات. أهل مدينة يافا والداخل الفلسطيني مسلمون ومسيحيون على درجة عالية من الوعي والإدراك والمسؤولية التي تحتم علينا جميعا أن نتعامل مع هذا الملف في السياق الصحيح. والسياق الصحيح أن القاتل بيتحمل النتيجة، هو مسؤول، والجهات الرسمية هي اللي تتحمل هذه مسؤولية هذه الجريمة التي كان نتيجتها استشهاد أخونا يعقوب رحمه الله رحمة واسعة. احنا يا جماعة الخير، وبهذا أختم، يعني هذا الالتفاف الجماهيري الواسع وهذه الأصداء على مستوى الداخل الفلسطيني وهو أبعد من ذلك لازم تخلينا نتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة. لأنه سبق هذا الحادث حوادث قتل وإعدام لشباب في يافا وفي كفر كنا وفي القدس وفي غيرها ملفات للأسف يعني تم المماطلة فيها، وفي النهاية ايش سموا؟ باللد كمان. وفي اللد الشهيد حسونة رحمه الله وغيره أنا على سبيل المثال أقول يعني بيماطلوا، والجهة المعنية عن التحقيق مع الشرطة الناقش هذا جهاز لحماية أفراد الشرطة والدفاع عنهم والبحث عن الثغرات حتى يطلعوا ايش؟ القاتل الجاني انه هو كان ضحية وانه كان بيدافع عن نفسه. هذا بالعموم الملفات. وفي هذه الحالة أيضا سيحاول فعل نفس الشيء، وهون بيجي دورنا كمجتمع يافاوي وكداخل فلسطيني إنه إحنا نتابع هذا الملف على المستوى الشعبي بطريقة وحدوية، وعلى المستوى القانوني، وعلى المستوى الإعلامي. لابد إنه المؤسسة الظالمة التي ينتمي إليها هذا القاتل المجرم تسمع صوتنا عالي، تسمع صوتنا بوضوح، إنه إحنا مش أرقام، مش رقم ملف حطوه دوسيه وبتسكر وخلص. لا، هذه حياة بأكملها هدمت. أسرة، في أيتام، في أرملة، في مكلومة، في بلد تنزف، في مجتمع على مستوى الداخل الفلسطيني يعاني من إراقة وسفك دمه على يد هؤلاء الظالمين. فإحنا بدنا نتابع هذا الملف حتى نحقق فيه نتيجة مغايرة عن الملفات السابقة. وهذا مسؤوليتنا كما قلت، مسؤولية جماعية. ممنوع، احنا أكدنا في بيان أصدرناه، ممنوع مع حسن النوايا وبالرغم من كل الألم ويعني الجراح المنكوءة إنه يكون في ردود فعل فردية. ممنوع. ليش؟ إنه الحدث أكبر من ردة فعل. هذا الحدث بحاجة إلى سياسة واستراتيجية معينة، وبده نفس طويل، السلام ورحمة الله، إنه يحقق المرجو. إنه ممكن أفراد حسن نية، نعم، وبطيب القلب وبحرقة يقوم برد فعل فردي، يخلط كل الأوراق ويغير البوصلة عن الاتجاه اللي لازم تكون فيه. البوصلة هي القاتل والجهات التي ينتمي إليها الجهة الرسمية على المستوى الشرطي والمستوى السياسي. المستوى
السياسة. من هون بنقول يا اخوانا، وانا بهذا اختم، احنا وانا اتحدث الان باسم الهيئة الإسلامية المنتخبة، وانا على يقين انه هذا الكلام سمعته من كل اخواننا في المؤسسات اليافية، انه تحركنا في هذا الملف يجب ان يكون فقط بشكل جماعي، حتى تبقى البوصلة في اتجاهها الصحيح، وحتى نحقق الهدف المرجو. واحنا هنا يا جماعة مستهدفين، تاريخنا مستهدف، ديننا مستهدف، لغتنا العربية مستهدفة، وجودنا مستهدف، سياسة التهجير، سياسة التجهيل، سياسة الإفقار، سياسة التهميش، والموضوع طويل، الجالسين هنا بيعرفوا أحسن مني. فإحنا يا أخواننا، أختم بهذه الكلمة، رد فعلنا لابد أن يكون مش رد فعل آني، صار في حدث وتفاعلنا معه هبة وينتهي الموضوع، وإيش بصير مع ملف الشهيد يعقوب الطوخي بعد أكمل شهر ولا حدا ذاكر. لا، ممنوع. هذا الشيء مش بس عشان أخونا يعقوب رحمه الله، لا، عشاننا إحنا، عشان الحفاظ على استمرارية وجودنا وهويتنا اللي عم بضيقوا علينا فيها بكل طريقة وبكل أسلوب متعمد وممنهج. ونحن نقول إن شاء الله، نحن على هذه الأرض باقون، شاء من شاء وأبى من أبى. على هذه الأرض ولدنا، وعلى ظهرها سنحيا إن شاء الله كراما، وسندفن في بطنها، فيش لنا محل ثاني في هذه الأرض المباركة، ومنها نبعث إن شاء الله من السعداء الآمنين الفائزين يوم القيامة إن شاء الله. جهدنا جهد جماعي وحدوي، يد واحدة تحقق العدالة للشهيد يعقوب الطوخي ولذويه ولمدينة يافا وللداخل الفلسطيني، بل ولعموم الشعب الفلسطيني ولكل مكلوم تأذى وأصيب نتاج هذه السياسة الظالمة الممنهجة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشهيد يعقوب الطوخي برحمته الواسعة. وأكرر في ختام الكلمة شكرنا العميق للوفد المقدسي برئاسة الاشمندريت أطل حنا الأب أطل حنا على أداء واجبهم. نحن نقول واجبهم، وهذه ثقتنا فيهم على مدار سنوات أدوا ولا يزالون يؤدون هذا الدور، لأنهم يعتقدون كما نعتقد أنه هذا هو واجب وليس مجاملة. هذه يعني الخطوات إنما هي تندرج ضمن إطار الواجب الديني والواجب الوطني والواجب الأخلاقي كذلك. فنحن إنما شعب واحد نفتخر بانتمائنا لهذا الشعب الفلسطيني ولهذه الأمة. رحم الله شهيدنا رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.